أعرف أنا، خليني جاوبوني يا عمي. أنا سألت 20,000 مرة، هل هذا الذي يحصل تواطؤ أم عجز؟ تواطؤ من الدولة أم عجز؟ تواطؤ من الجيش أم عجز؟ وأنا بدي أعرف لماذا دماؤنا تسفك؟ لماذا دماؤنا أهل السنة تسفك برا تلو المرة ولا يحقق في هذا الأمر؟ يا شيخ ابنك كان عم بيقاتل بالقصير ولا لا؟ فخر لألي أني قاتل بالقصير، دفاعا عن الأعراض، دفاعا عن الأطفال، دفاعا عن الأبرياء. كل المعادلة اللي عم تضاع. اسمع تقلق، أنا بفتخر بهذا الأمر. قاتل بالقصير من أجل أن يواجه الظلم والطغيان، هذا حق من أجل أن يواجه الطائفة البغيضة تبعيتكم. ونحن بنفتخر أننا قاتلنا في لا يا حبيبي، دفاعا عن الدولة أنا بفتخر بالحق، وأننا قاتلنا دفاعا عن وحدة الأراضي السورية في القصير. ليش شو خصك بسوريا؟ وأننا قاتلنا دفاعا عن المقاومة. أنت شو خصك بسوريا؟ كمان إذا القصة بدها أنت أيضا كمان المقاومة قاتلت ولم حاج بقى تعمل لي حالك. هو الذي يسحب الأكباد والقلوب، والذي يقطع الرؤوس والأعناق، والذي يغتال ويقتل مذهبيا، الذي دخل إلى قرية حصلة وأباد كل الشعب. هذا هو المجرم، ليس المجرم من ساند الدولة السورية والجيش السوري. انت مهمتك تدافع عن الجيش السوري؟ لا، انا عم دافع عن المقاومه اللي قال عنا مجرمه. حلفاء من جبهه النصره هم المجرمون الذين يقتلعون الاكباد والقلوب. حاج بقى تفتري يا شيخ، شوفوا موجودين فيديوهات. هلا شفنا زلمتك فضل شاكر، هلا شفناه. شوفوا الفيديوهات، شالوا له قلبه للزلمه، اكلوه، فاتوا على ضيعه اسمها حطله، قتلوا 60 شيعي فقط لانهم شيعه. يعني طيب ليش عم بتحول النقاش الى السواطير الطائفية؟ السواطير الطائفية التي ذبحت الأطفال. يا عيب الشوب عليكم، تتلطوا بالمقاومة بس. تفضل، معه حق يا شيخ.